سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. نهار جديد وفيديو جديد. كما كتشوفوا اليوم غنشارك معكم هذه الكيكه هذه اللي غير في المقله، يعني ما تحتاجش الفران. حتى الناس اللي ما عندهمش الفران يمكن لهم يصايبوا كيكه، والمقادير اللي بسيطه. غير بحبه وحده ديال البيض كنحصلوا على هذا الكيك الرائع اللي كيجي هكا خفيف وطري مع واحد الكاناش بلا شكلاط، كيجي اقتصادي. جربوه على ضمانتي. اللي مهتمه بالفيديو تبقى تكمل معايا الفيديو حتى الاخير. انا غنقطع معكم هكا واحد المورسو باش تشوفوا الكيكه كي كتجي. راه كتجي اسفنجيه وكتجي رطبه وفتيه بحال الجينواز. كما كتشوفوا راه باقا سخونه. هذا هو الشكل ديالها. المكونات اللي بسيطه متوفره في كل بيت. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. اللي مهتمه بالفيديو تخلي تبقى معايا تكمل حتى الاخير. وكيف ديما ما تنساونيش من واحد لايك وكومونتير زوين بحال وجهكم. واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصل كل جديد. وبصحه بالراحه وفرجه ممتعه. نبداو بسم الله على بركه الله. في المقادير اللي غنحتاجو عندي هنا كاس ديال الشاي داك الصغير، ماشي كاس العنبه، راه غير دوك الكيسان الصغار ديال السكر سنيده. نفس الكاس ديال الزيت نباتيه كما كتشوفوا راه ما عامرش. وعندي كاس صغير ديال الحليب عامر. عندي واحد الساشي من فئه 8 غرام ديال الخميره كيماويه. وعندي واحد السكر فاني للتنسيم تيبقى على حسب الذوق. عندي واحد المعلقه عامره كبيره ديال الكاكاو المر. وعندي كاس كبير ديال الدقيق الفورس. الدقيق تيبقى على حسب الخليط، تنشوفوا واش غادي نحتاج نزيد ولا لا. وعندي وعندي حبه واحده ديال البيض كما كتشوفوا، وقع استضافه. غناخذ واحد الاناء اللي درت فيه هكا واحد القريصه ديال الملحه، غندير فيه ديك الحبه ديال البيض، وغندير داك الكاس ديال السكر سنيده، غندير الكيس ديال الفاني. كما كتشوفوا راه مقادير بسيطه وقليله، وكنحصلوا على واحد الكيكه اللي رائعه وما كتحتاج لا فران لا والو. تنفعك هكا لضياف الغفله، وتا بالنسبه للناس هكا اللي ما عندهمش الفران فهما يديروا الكيكه، علاش لا. صافي غنضيف داك الكيس ديال الفاني. غنحاول نطرب هادو، راه ديريهم غير بالفوي او الطراب اليدوي. غير انا غندير هذا باش هكا نسرع العمليه، تذوب معايا السكر سنيده ودغيا يتخلط معايا الخليط. اما راه ماشي ضروري ولا نديرو في كاس ديال المونيميكس فاش كنديروا العصير. صافي غنحاول نطلع انا هاد البيضه هادي مع السكر سنيده باش كيجيكم باش يذوب معايا دغيا السكر. راه ماشي ضروري. هاد الكيكه راه كتجي خفيفه واسفنجيه بحال الجينواز. هي راه معروفه ديجا اصلا الكيكه ديال المقله راه كتجي رطبه، يعني راه ما كتحتاجي لا تسقيها لا والو. نتوما راه شفتوا الشكل ديالها في اول فيديو كيفاش جات، كتجي زوينه الصراحه. غنضيف حتى داك الكاس ديال الحليب والكاس ديال الزيت. انا راه كنضيف كلشي في الخراب ديالكم، ماشي ضروري الخراب الكهربائي، اصلا هي كتجي فتيه ورطبه. غنضيف ديك الكميه ديال الكاكاو اللي غدير ساشيوط، راه يمكن ديري غير ساشيه وحده راه كافيه. واللي غدير العبار كديري من معلقه تكون عامره بومبي حتى لجوج معالق على حسب اللون اللي بغيتي، واش يجي غامق ولا. من الاحسن هكا يكون الكاكاو نوعيه جيده باش كيعطيك اللون ويعطيك حتى المذاق. صافي دابا غادي نضيف الدقيق. غنضيف داك الساشي ديال الخميره الكيماويه. راك شفتوا درت كلشي في الطرا وطلعت الكيكه زوينه الصراحه ورطبه. ضفت الكاس الاول وغنحاول نضيف نصف كاس ثاني، يعني المجموعه تاخذ معايا كاس ونص ديال الدقيق. كما كتشوفوا راه الكيكه باقا خفيفه، يعني مازال خصها الدقيق. غنضيف نصف كاس يعني المجموع كاس ونص ديال الدقيق. صافي من بعد ما ضفت داك نصف كاس ثاني ديال الدقيق حصلت على هذا القوام كما كتشوفوا.
اخر حاجه غنضيف واحد المعلقه هكا ديال الخل، وما عارفين الخل كيعطينا ديك الهشاشه الكيف. غنحاول نخلطو صافي. دابا غادي ناخذ مقله دهنتها هكا بشويه ديال الزبده وغنرشها بالدقيق. هي راه ما كتلصقش ولكن الاحتياط واجب. واللي ما بغاتش دهنها بحال هكا يمكن لها تفرش لها غير داك بابي كريسون او ورق الزبده، ديروها هكا في القاع ديال المقله صافي وتخوي الخليط. صافي من بعد ما وزعت الدقيق على المقله ديالي بحال هذا الشكل، غادي نخوي دابا الخليط. هز يدكم الفوق وخويو الخليط. صافي من بعد ما خويت الكيكه ديالي في المقله وزعتها بهذا الشكل، دابا غندوز باش نطيبها. الطريقه ديال الطيب كديريها في اصغر كانون عندك في البوطه، كنديرها غير في هذاك الصغير. وغنقاس على البوطه على عافيه مهيله، وغندير هذا العازل الحراري اولا هذا القصدير هذا ديال الطاجين. الا ما كانش عندك يمكن لك ديري ديك المقله الثقيله فاش كنطيبوا الخبز وتحطي عليها الطيفال ديالك صافي. وغنحط الكيكه ديالي وغنحاول نغطيها هكا بشي غطاء ونخليها طيب تدوز 15 دقيقه وغنطلع لها. كما كتعرفوا راه الكيكه ديال الشوكولاط ما كتحتاجش انها طيب من تحمر عفوا من الفوق، يعني غير ينشف معنا الوجه ديالها ونحيدوها. ندوز دابا باش نحضر معكم الكاناش اللي غنحتاج لهاد الكيكه. واحد الكاناش اللي كيجي رائع واقتصادي بدون شوكولاته. غنحتاج ليه كاس كبير ديال الحليب، عندي معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، عندي واحد المعلقه ديال نسكافيه اولا ساشي كما استعملت انا. هذه اللي كانت بدرهم ولات ب30. نقصوا في الكميه وزادوا في الثمن والله العظيم الا ولات خاويه. وغنضيف واحد 2 معالق ديال دقيق الفورس، دقيق الابيض. غير جربوها بالدقيق والله العظيم الا كتجي احسن من النشا وكيعطي واحد القوام اللي كريمي. جربوا هذا الكاناش هذا، انا متاكده غيولي معتمد عندكم. راه كيجي لذيذ وكيجي زوين. واللي عندها شي نكهه ديال البسكوي اولا ديال البندق يمكن لها تضيفها. صافي غنحاول نخلطهم هكا على البارد ونديهم فوق البوطه مع التحريك المستمر حتى يعقد معايا هكا الخليط، ونحصل على واحد الكاناش اولا واحد الكريمه اللي غنزوق بها الكيكه ديالي من الفوق. صافي من بعد ما اندمجت لي المكونات غندي الخليط ديالي فوق البوطه صافي. وغادي نبقى هكا نحرك فيه حتى يعقد معايا. ماما هذا الكاناش ديالي من بعد ما حيدته من البوطه كيجي على هذا الشكل. راني نسيت ما ذكرتش معكم السكر سنيده، ما تديوش عليه والله العظيم اللي كيروفوني ولدي فاش كيبقى يدور بيا هكا في الكوزينه. ومع التصوير ضروري ما تنساي شي حاجه. المهم راني ضفت السكر سنيده، اكيد ما غاديش نديرو مسوس. كما كتشوفوا القوام اللي كيعطينا راه غير بدقيق الفورس وكيجي واحد القوام اللي رائع وكاناش لي لذيذ وبلا شكلاط. غنضيف ليه واحد المعلقه هكا صغيره ديال الزبده وغنحاول نخلط باش تذوب معايا في الحراره ديال الكاناش صافي. وهكا غتكون الكريمه ديالنا واجده. غير جربوا هذا الكاناش على حسابي والله العظيم الا كيجي لذيذ وكيجي بنين. استعملوه هكا في جميع الكيكات ديالكم تزينوا به. وراه كما شفتوا كيبقى اقتصادي، مكونات اللي بسيطه والمذاق رائع. صافي غنخلي الكاناش ديالي على جنب بما وجدت معايا الكيكه ونتلاقاو مع الشكل النهائي. كتشوفوا هذه الكيكه ديالي من بعد ما طابت ليا في البوطه، واخا تحيد ليا الطرف هذا حيت راه كتجي هشيشه. هي راه سبق وقلتها لكم. هذا الكاناش ديالنا كنحاولوا هكا نطربوه باش ياخذ لينا هذا القوام الكريمي. غير جربوا هذا الكاناش على حسابي، انا متاكده غيولي معتمد عندكم. راه كيجي رائع واحد المذاق فيه. جربوه وحكموا بنفسكم، يعني بدون شوكولاته وكيبقى اقتصادي. غنحاولوا هكا نديرو فوق السطح ديال الكيكه ونحاول نوزعو مزيان بسيط. وهاد الكيكه راه يمكن لكم تقادوا بها لاطاخ ديال لا كريم طورطه حيت كتجي بحال الجينواز وكتجي رطبه وفتيه. غنحاول نخليها هكا تتبرد ونقسمها معكم صافي بهذا الشكل.
والتزيين راه كيبقى اختياري، كل وحده تزين باللي عندها. انا شاركت معكم هذا الكاناش اللي كيجي اقتصادي وكيجي لذيذ، مذاق القهوه. عندي هنا واحد شويه ديال الفيرميسيل، غنحاول حتى هو نديرو من الفوق. قلت لكم انا درت غير داكشي اللي عندي متوفر في الدار، يعني ما ضفت حتى شي حاجه، مزيان بسيط، وكنحصلوا على كيكه زوينه ورطبه بمقادير اللي بسيطه. تيكون هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه الى الفيديو القادم ان شاء الله.